زي ما قلت لكم قبل كده، دي مش دولة، دي مجموعة من العصابات بعد كده أوهمت العالم إنها دولة. أبرز عصابة في إسرائيل اسمها منظمة شتيرن، ودي كانت من أعنف المنظمات المتطرفة في تاريخ الدولة اليهودية. المنظمة دي تأسست عام 1940 وكانت تحمل شعار المقاتلون من أجل حرية إسرائيل، وأسسها واحد اسمه إبراهام شتيرن. الخطير في هذه المنظمة إن هي حاربت الانتداب البريطاني، رغم إن بريطانيا هي اللي ساعدت إسرائيل لإعلان الدولة. ورغم ذلك كانت عصابة شتيرن أو منظمة شتيرن هدفها حاجة واحدة بس، هو قتال الانتداب البريطاني في فلسطين. ولكن إدارة الانتداب تعقبت إبراهام شتيرن وقتلته عام 1942. وانتقاما لعملية اغتيال رئيس المنظمة إبراهام شتيرن، قام المتعصبون داخل هذه المنظمة باغتيال اللورد موين وزير المستعمرات البريطانية. وعملية الاغتيال دي تمت سنة 44 في مصر في القاهرة. ويعني لو انتوا فاكرين ان العملية دي اتعمل لها فيلم سينمائي مهم جدا اسمه جريمة في الحي الهادئ. ايضا المنظمة شتيرن ديت لم تترك اي عمل بشع الا ما عملته، لدرجة انها قتلت الكونت برنادوت. ولكن تظل اهم مذبحة عملتها منظمة شتيرن هي مذبحة دير ياسين عام 1948. يبقى شيء مهم جدا عايزكم تركزوا معايا فيه، ان منظمة شتيرن هي التي تأسس منها ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. عرفتوا ان احنا بنحارب عصابات وليست دولة.